وقت من الأوقات كل واحد فينا حس إنه تايه، مش عارف يفسر مشاعره أو يشرح لنفسه هو ليه حاسس بالحزن أو القلق. لو مريت بإحساس شبه ده فأنت مش لوحدك. وفي الفيديو ده هنتكلم سوا عن حاجات كلنا محتاجين نفهمها، عن المشاعر والجروح القديمة واللي محدش علمنا نتعامل معاها. من كتاب جلسات نفسية للدكتور محمد إبراهيم. تعالوا نبدأ. مشاعرك مش غلط، لكن محتاجة تفسير. أوقات كتير بنحكم على مشاعرنا إنها غلط. ليه أنا حاسس بالحزن؟ المفروض أكون مبسوط. ليه بغير؟ ده تصرف طفولي. ليه بعيط؟ أنا المفروض أكون قوي. بس الحقيقة مفيش مشاعر غلط. اللي بيحصل هو إننا بنحكم على نفسنا بقسوة، وده بسبب تربيتنا أو التجارب اللي عدينا بيها. يعني لما كنت صغير وقالوا لك الراجل ما يعيطش أو البنت العاقلة ما تزعلش، اتحفرت جواك فكرة إن في مشاعر عيب أو ضعف، وده خلاك لما تكبر تخاف من مشاعرك. ثانياً، فكرة الكبت اللي بتنفجر بعدين. الكبت مش معناه إنك نسيت الحاجة اللي وجعتك. الكبت معناه إنك دفنتها جواك لحد ما تطلع في وقت غير متوقع وبشكل مش متوقع. زي واحد انفجر غضب على سبب تافه، بس الحقيقة إن ده مش الغضب الحقيقي. ده تراكم سنين من كبت، من حاجات ما اتقالتش، من مشاعر ما اتعالجتش. والدكتور محمد بيقول المشاعر المدفونة حية، ما بتموتش، بس بترجع تهاجمك وانت أضعف. ثالثاً، ما تبقاش دراما. دايماً بنسمع الجملة دي لما نعبر عن إحساسنا: يا عم ما تبقاش دراما، كبر دماغك بقى. بس انت مش دراما، انت بس مش لاقي حد يسمعك من غير ما يحكم. وده بيخلينا نسأل: انت بتعرف تسمع نفسك؟ بتقدر تقعد في هدوء وتواجه اللي حاسس بيه؟ ولا بتهرب على طول بالموبايل، بالأكل، بالشغل، بأي حاجة؟ رابعاً، الجلسة النفسية اللي بنهرب منها. مش لازم تروح لدكتور نفسي عشان تبدأ تتعالج. ممكن تبدأ بجلسة مع نفسك. اقعد لوحدك واسأل نفسك بصوت هادي: أنا زعلان ليه؟ أنا فعلاً متضايق من الشخص ده ولا من إحساس معين؟ في حاجة وجعتني قبل كده شبه الموقف ده؟ صدقني، الأسئلة دي بتفك عقد كتير. الدكتور محمد قال جملة قوية جداً: مشكلتك مش مع الشخص اللي زعلك دلوقتي، مشكلتك مع الجرح اللي مفتوح من زمان. خامساً، الوعي هو أول خطوة للشفاء. أول ما تبدأ تفهم نفسك وتقبل مشاعرك من غير جلد ومن غير إنكار، بتحس إنك خدت أول نفس حقيقي من سنين. ودي مش مبالغة، لأن الوعي بيخلك تشوف الصورة كاملة: إنك مش فاشل، إنت مجروح. إنك مش ضعيف، إنت متألم. إنك مش متناقض، إنت بس ما كنتش فاهم نفسك. الجلسة لسه ما خلصتش. الجلسة دي مش نهاية، دي بداية. بداية إنك تصدق إنك تستاهل تتحب وتتفهم وتتعالج. وده مش ضعف، ده شجاعة. الجزء التاني: دايماً بختار الغلط. ليه؟ مرة سألت نفسك: ليه دايماً بدخل علاقات بتوجعني؟ ليه قلبي بيرتاح للي مش بيحبني؟ الإجابة مش بسيطة، بس في الغالب الجرح القديم هو اللي بيختار. الجرح اللي تعرضت له زمان، من أب، أم، أخ، أو حتى من مدرسة أو موقف في الطفولة، هو اللي بيحدد أنت بتنجذب لمين وليه. الدكتور محمد قال العلاقات المؤذية ساعات بتكون انعكاس لاحتياج قديم ما تشبعش. يعني لما تلاقي نفسك بتحب شخص بيتجاهلك، ممكن يكون ده لأنك اتعودت وانت صغير إنك تسعى دايما تاخد الاهتمام، ومش دايما كان بيتحقق. ثانيا، الخوف من الهجر بيخلينا نتمسك بالمؤذي. بنبقى عارفين إن العلاقة دي بتوجعنا، بس مش قادرين نسيب. بنقول يمكن يتغير، أنا السبب، هستحمله شوية كمان. لكن الحقيقة إحنا بنخاف نتهجر، بنخاف نعيش نفس الإحساس اللي عشناه قبل كده. الدكتور محمد بيوضح الهجر مش بس فراق، الهجر بيكسر إحساس الإنسان بأمانه. وعلشان كده بنفضل نحارب عشان العلاقة
حتى لو بتستهلكنا. ثالثاً، لما بتسكت مش دايماً معناه رضا. السكوت أوقات مش حكمة، أوقات بيكون ضعف. ضعف ناتج من خوف، خايف تزعل الطرف التاني، خايف تتساب، خايف يفتكرك أناني. بس النتيجة بتخسر نفسك، وده أخطر من إنك تخسر حد تاني. اسأل نفسك، لما بتسكت هل أنت فعلا راضي؟ ولا بتكبت جواك لحد ما يجي يوم وتنفجر؟ رابعاً، الشفا مش بيجي بسرعة، بس بيبدأ بخطوة. الشفا مش كبسولة، ولا جلسة واحدة، ولا نصيحة من فيديو. الشفا رحلة، وكل رحلة بتبدأ بخطوة. وأول خطوة حقيقية إنك تعترف بالألم، تقوله بصوت عالي حتى لو جواك: أنا اتوجعت، أنا اتخدعت، أنا اتحسيت إني قليل. وقتها الألم مش هيمشي، بس هتبدأ تفهمه، وده الفرق الكبير. خامساً، تحب نفسك؟ طب دي تعمل فيها إيه؟ كلنا بنقول أنا بحب نفسي، بس السؤال الحقيقي: بتعامل نفسك إزاي؟ لما تغلط بتسامحها ولا بتجلدها؟ لما تفشل بتشجعها ولا بتهنها؟ الدكتور محمد قال: حب النفس مش كلام، حب النفس معاملة. يعني تبطل تضغط على نفسك، تبطل تبص لنفسك على إنك مش كفاية، تبطل تقارنها بغيرك كل يوم. خاتمة الجزء الثاني: أنت مش لوحدك. كل واحد فينا عنده حكاية، وكل حكاية فيها وجع، بس كمان فيها أمل. اوعى تفتكر إنك وحدك اللي حاسس كده. كتير من الناس حوالينا شايلين نفس الهم، بس ساكتين. الجزء الثالث: هل لازم تبقى قوي طول الوقت؟ يعني إيه تكون قوي؟ في وهم كبير عندنا إن القوة معناها ما تعيطش، ما تشتكيش، ما تبانش ضعيف. بس الحقيقة أقوى ناس هم اللي عرفوا يقولوا أنا تعبان. القوة مش في إنك تكتم، القوة إنك تبص لنفسك وتقول أنا محتاج مساعدة. الدكتور محمد قال: أقوى أنواع الشجاعة إنك تعترف بإنك مش تمام. ثانياً، فكرة أنا السبب في كل حاجة. في ناس بتحمل نفسها ذنب كل حاجة. العلاقة فشلت، أنا السبب. الطرف التاني خان، أكيد أنا قصرت. لكن الحقيقة مش دايماً الخطأ مننا. ساعات إحنا بنكون أحسن ما فينا، لكن اللي قدامنا مش جاهز يستقبل ده. مهم تبطل تعيش في دور الضحية، لكن الأهم ما تبقاش القاضي الظالم لنفسك. ثالثاً، الشخص اللي جواك محتاج يسمعك. في طفل صغير جواك. الطفل ده لسه بيعيط على حاجة حصلت وهو عنده 5 سنين. لسه بيترعب من صوت الصريخ، أو من الإهمال، أو من التجاهل. الطفل ده مش اختفى، هو بس اتخبى. ودورك تقول له: أنا شايفك، أنا معاك، مش هسيبك تاني. رابعاً، لما تكون نفسك تبقى شخص تاني. كتير مننا بيصحى من النوم ويتمنى يبقى حد تاني، حد ناجح أكتر، حد جميل أكتر، حد محبوب أكتر. بس الحقيقة مفيش نسخة من نفسك هتقدر تعيشها غير اللي معاك دلوقتي. الدكتور محمد كتب: القبول مش استسلام، القبول هو بداية التغيير الحقيقي. لما تقبل نفسك بكل عيوبها، تقدر تبدأ تشوف قوتك. خامساً، الغلط مش معناه إنك فاشل. كلنا بنغلط، كلنا عندنا مواقف نتمنى نرجع نغيرها، بس الغلطة عمرها ما كانت نهاية، هي بس درس. خد بالك، جلد الذات مش هيصلحك،
لكنه ممكن يكسرك أكتر. عامل نفسك زي ما كنت تتمنى حد يعاملك في وقت ضعفك، بلطف، بتفهم، بتقدير. في ختام الجزء الثالث، إحنا بنتعلم نعيش. الحياة مش سهلة، ومفيش وصفة سحرية تخليها أبسط. لكن لما تبدأ تسمع لنفسك وتحبها وتتعامل معاها باحترام، ساعتها بس تبدأ الرحلة الحقيقية. اوعى تكون قاسي على نفسك، لأنك الشخص الوحيد اللي هتعيش معاه العمر كله. الفيديو ده كان جلسة من القلب للقلب، ولو حاسس إنك محتاج تتكلم أو تسمع أكتر، فتابع الجلسات الجاية، لأننا هنا مش بس بنحكي، إحنا بنبدأ نتعافى. لحد هنا انتهي الجزء الأول من كتاب جلسات نفسية، ونوعدكم بإكمال ملخص الكتاب في فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو شاركوه مع أصحابكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة. والسلام ختام.